ماشيه في السوبر ماركت لقيت لكم ريتش بيك منزل برانش فطيره بالجبنه الرومي والبسطرمه. اللي ما يعرفش يعني ايه برانش، وجبه كده سناك بين اللانش والبريكفاست، يعني حاجه كده زي تصبيره جت بقى عليها طعم خطير. وانا الثقه الزياده دي بقلق منها. المهم احنا اللي هنشوف ونحكم بنفسنا. تعالوا ورايا. طيب ادي شكل الفطيره اهي. هي عباره عن باتيه يا جماعه، باتيه العادي خالص المحشي كل باي طعم انتوا عايزينه. الباتيه اللي بيتباع كده في محلات المخبوزات، يعني نفس العجينه نفس الشكل. باتيه، شكل الباتيه. بس هنا بقى المختلف ان الحشوه الجبنه الرومي والبسطرمه، وانه من ريتش بيك طبعا. يعني طبعا انتوا عارفين العيش بتاع ريتش بيك ليه طعم معين. المخبوزات بتاعه ريتش بيك عموما ليها طعم معين، بتبقى مملحه سنه كده. اما بالنسبه للحشوه يا جماعه وطعمها انا اتصدمت منه بجد. طعمها روعه، حلوه جدا جدا، خطيره. راحه الحشوه حليه الموضوع، لا لذيذ بجد، مش خساره فيه. ريت 9 من 10 بصراحه.